ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن اكتر المشاهد العبثيه في السينما والدراما المصريه. اتفضلي يا حبيبتي. اول مشهد معانا حاجه طبيعيه جدا، واحده دخلت على واحد ما تعرفوش الحمام، دي حاجه عاديه وبتحصل طبعا. ايه نسيتي حاجه يا ميرفت؟ لا يا فندم، انا والدة الطفل اللي حضرتك انقذته. فبنكتشف انها ما تعرفوش اصلا وداخل عليه الحمام عادي، وكمان جايبه له ورد علشان انقذ ابنها. وازاي واحد اول مره تشوفه تدخل عليه الحمام كده؟ كل دي اسئله بس في اول 4 ثواني. حمام السباحة، وكنت جاية عشان اشكر حضرتك. بعيدا عن المؤثرات الصوتيه العباسيه ديت ولغه الحواجب اللي بيتكلموا بيها، بس دي مش رياكشنات صادمه خالص، دي رياكشنات واحده عايزه تعطس. المهم بنكتشف ان ابوها، وفجاه الكادر بيتغير وبنلاقيها بتنط في كرشه حرفيا. ده اكيد مش حضن. انا خلاص يا عادل، macam-macam. شبعت يا حبيبي. Kan banyak. بعيدا عن العبث اللي انت بتسمعه واللي انا برضه سمعته، بس عايز اسال سؤال، هي الحاجات دي بتتكتب في السكريبت ازاي؟ ولا ده ارتجال ولا ايه؟ والغريب برضه انها بتقول شبعت وطبقها مليان وما كلتش يعتبر حاجه. والغريب اكتر ان محاوله اقناعه ليها انها تاكل نجحت. هو اكيد المخرج كان في الحمام وفتحوا الكاميرا مره واحده وصوروا من غير ما يعرف. Macam khatri anak aja bada at. Eji ada kata at. انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ والمشهد اللي بعده المفروض ان نور الشريف بيعاتب ابنه علشان خاطر راجع متاخر، بس الواد قليل الادب عمال يرد برضه. فالاستاذ نور الشيطان ركبه كان عايز يرمي ابنه بالقلم حرفيا. بس الحلو هنا بقى ان مراته لحقت الموقف. انا مش عارف والله بجد لو ما حشتوش كان هيحصل ايه. الله، انت هتشتغل انت كمان ولا ايه؟ ايه المستقبل اللي انا عايش فيه ده؟ تعالى يا اخي شوف ابنك. هو الواد ده ايه حكايته؟ كل ما يشوفني يقعد يعمل حركات كده زي ما يكون متسلط عليا. بص، هو باين ان الطفل مش سالك عموما، واضح ان حد مسلطه عليك، عمال يروح يمين وشمال كده مش مطمن له. انا وده واحد بيربي بنته عادي ويضربها بالقلم، فده كان رد فعلها. رد فعل طبيعي طبعا، كلنا لما بنتخانق مع بعضنا بنعمل كده. انا انتحرت مرتين بالطريقه دي. هي مش قالت مش هقعد لكم فيها، هي حرفيا مش تقعد فيها. قول لاخوك بقى على اسم اللعبه بتاعتك عشان هو اللي هيجيبها لك. انا عايز بلاي ستيشن، عارفها؟ طبعا انا عارفها. يالا مش تحترم اخوك الكبير؟ بيفهم اكتر منك. يلا يا سعيد، احسن ده جيل يعلم بيه ربنا. لا الواد ده قليل الادب، ايه بلاي ستيشن؟ امال لو كان قال له ايفون كان قام عليه حد. ايه الحكايه؟ مين انت؟ عايز ايه؟ بالراحه عليا يا عمي. صفوة، شايف الفرق بعد ما شال الشنب وقبل ما يشيله؟ تغيير جذري حرفيا. بعيدا عن العبث اللي مضايقني ان اللي قدامه اتصدم فعلا. هو ولا عرفه من صوته ولا من هيئته، هو عرفه لما شال الشنب. والمضحك اكتر ان هو عنده شنب اصلا. بيبقى عندي مشكله مع اللي بيتصدم اكتر من المتخفي نفسه، وبيبقى عندي مشكله اكتر مع المخرج اللي شايف كل ده وساكت. اخويا منصور هو فين منصور؟ سميحه. يا اما الناس دي مفكرانا اغبياء قوي، يا اما هم اغبياء قوي، مفيش حل تالت. هنا في زمن عبيد الشاشات. بقينا عبيد الشاشات. يا تامر يا حسني. المشكله اللي عند تامر اللي انا برضو نفسي افهمها ان هو ازاي اقتنع ان ده مشهد مؤثر. هو فاكر ان لما يكرر كلمه مليون مره انا كده هعيط واتاثر؟ صدق بقى ان خفاجه عنده حق لما قال تامر يا حسني يا بتاعي يا بيبه. ايه القرف ده؟ ست هانم مين دخل الحمام لوحده؟ وبعدين في شقاوة الولد ده، عن اذنكم لحظه. اوام يا ست هانم، ده هيولع السخان. ياه، ارجع. ايه اللي بتعمله ده؟ بولع السخان. ولما ينفجر في وشك؟ ما انتوا كلكم بتولعوه، اشمعنى انا اللي هينفجر في وشي؟
لانك لسه صغير وما بتعرفش تعمل حاجه. ما تقوليش كده يا ماما. تعالى اتفضل شوف ابنك، مش عايز الدنيا تحميه. ما هي طول عمرها بتحميك، اشمعنى؟ انا من اول ما شفت اللقطه افتكرت ان اللي قدامي طفل عنده 4 أو 5 سنين، واضح ان هو عنده 17 سنه مثلا. ولا انتوا عندكم الاطفال بتبتدي تمشي عند سن ال20؟ ما اعتقدش انك غبية للدرجة دي. ما افتكرش انك عايزة تأذي نفسك، لان انا انتقامي في حالة زي دي جبار جدا يا بيبي. وطبعا اكيد لو بنت شافت الاسلوب ده هتخاف جدا، خصوصا من كلمه جبار جدا يا بيبي. بصراحه انا دايما الوحيد اللي حاسس ان الراجل ده مختلف جدا عننا، من اول لون بشرته لحد طريقه كلامه، كل حاجه فيه مش طبيعيه. انا متاكد بنسبه 100% انه عايش يا اما في الساحل يا اما في العالميه. يعني مش معقول بشرته دي تبقى البني ادم عايش في مدينه عاديه، تحسه مولود على شاطئ الغرام اصلا. لازم نحوط على راكية النار دي عشان تفضل مولعة. يا ارجوك شهدي ليه؟ ما تقتلنيش، سيبني اعيش، انا هعمل لك كل حاجه. يو اندرستاند كلامي ولا اوجع دماغي واقول تاني؟ اذنك معاك يا حبيبتي. يس انا صح، يس انت غلطانه وستين غلطانه. الافلام دي تقفلميها على حد غيري، مش كامل فهمي يا روح ماما. انا القوه اللي معاه القوه هو الكينج، وانا في ايديا قوه مدمره يا معالي الوزيره. يعني انا كينج اوف كينجز. حد عايز بوب كورن؟ لا انا عايز فشار لو سمحت. ايه القرف ده؟ تامر هجرس وقتها في قمه جنون العظمه، ولا فارق معاه اي حاجه، ممكن يعصي ابوه وامه عادي. هو كان بيك فان كبير جدا لمكاوي. في المشهد الشهير تامر هجرس بيقدم لك كورس سريع، لما تعمل كده بحواجبك اضمن لك انك تبقى نسخه ميني هجرس. لما واحده بتعجبك بتعكسها ازاي؟ كده بحواجبي. القمر زعلان من ايه؟ ايه القرف ده؟ انت بتضايق المزمزيل ليه؟ يا عم خليك في حالك، انت مالك؟ هو ايه اللي خليك في حالك؟ تيجي نروح القسم دلوقتي؟ قبل ما يقفل. تيجي معانا يا انسه ليالي؟ يلا. انا نسيت حاجه عن التعبير في المشهد ده، تحسه كده خارج من الديب ويب بالغلط. ايه القرف ده؟ معنا الآن اتصال مباشر مع فان دام. ألو؟ ألو؟ اسمعك جيدا. مستر فان دام. نعم. ما هو تعليقك على مباراة فومانشي أسطورة الصين أمام خصمه يحيى المصري بطل مصر؟ انتبه يا يحيى، ان فومانشي وحش كاسر. نحن مجرد أطفال صغار تلهو بالنسبة إليه. إن مجرد التفكير في مواجهته يعتبر انتحار. انتحار. شكرا. حسن سوخي مراية مراية يا ياسين، بتبص لروحك في المراية يا واد، عايز تتجنن يا مسفي. مراية كمان ايه؟ مشت بتسبسب شعرك بمشت يا ياسين زي النسوان. يا مصيبتك السودة يا عمي، يا مصيبتك. ودقيقة كمان ايه؟ كالونيا، بتحط كالونيا. هي تقريبا فاكره المرايه دي حاجه خارقه عن الطبيعه، هي تقريبا ما كانتش قصدها زي الخواجات، كان قصدها كلمه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا خليل، ده عز ما بعده عز. المية ماشية في الحيط، لو ايه مية متجطرة كمان. بص يا خليل، بقى تقفل كده وتفتح كده، تقفل كده وتفتح كده. مادام هم اول مره يشوفوا ميه، امال كانوا عايشين ازاي قبلها؟ مش فاهم. يعني ايه الميه نازله من الحيطه؟ امال الماسوره دي تبقى ايه؟ ايه القرف ده؟ خلاص طيب انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ طب ومستني ايه؟ ليه ما بلغتش البوليس؟ انا هبلغ البوليس بنفسي. ما تتعبش نفسك، البوليس هنا من الصبح كده. طب حضرة الظابط. ايه القرف ده؟ في الحقيقة نجاة أختك تبقى مراتي. ايه؟ أيوة، هي دي الحقيقة ومخبيينها عليك بقالنا سنين. ازاي ده؟ يعني غصب عنك. غصب عنكم ازاي؟ ده انا هوديك في داهية. اهدى بس، اهدى وتعالى نتكلم بالعقل. تعالى. عقل؟ خليك فيها عقل. احنا شباب زي بعض. اللي انا مستغربه ان تون صوته زي ما هو ده، حتى رياكشن وشه ما اتغيرش، والمضحك اكتر ان هو كمل معاه عادي ولا كأن حاجه حصلت. والمشكله الشخص اللي قدامه بيقول له الخبر عادي من غير اي توتر ولا اي حاجه. مؤاخذة. حصل خير. الاخ مصري؟ لا اسكندراني. اي خدمة؟ تشك. ايه الولد اللي انت لابسه؟ لو سمحت يا انسه، قلع الواد المسخره اللي هو لابسها دي. ايه اللي مش عاجبك فيا يا انكل؟ كل حاجه فيك مش عجباني، بلاش تقليد اعمى بقى. احنا لا عمرنا لبسنا لا بنطلونات جينز ولا فانيلات ولا جزم كاوتش، يبقى كل هدومه تترمي وانا اللي هلبسه بالطريقه المناسبه. والله حلو عليك. ايه القرف ده؟ الله، بقول لك يا ابو سمره. نعم. انا هستأذن النهارده بدري كده عشان عندي حفله تكريم، يعني بعيد عنك بيكرموا اللي بيفكروا كويس. طب سيبنا افكر.
سيبك تفكر ايه يا عم سمير، هو انا بقول لك طلقني؟ انت بدل بتقول لي بالهنا والشفا يا علاء. الوحيد اللي في العالم بينطق اسمه غلط يا ابني، اسمك علاء. اسمه علاء على اساس ان القصه اسمها مصباح علاء الدين. اتقدم عشان دي هتبقى مرات اخوك. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ولا لا؟ اهدى. انت كنت ناوي تديني بالقلم من بعيد كده، ليه ناوي تحدفني بالكف؟ اقول لك على اسم مختلف. عايز اسم شاذ. ايه؟ عايز اسم فيه دلع. اعتقد مش هينفع نستخدم اسم الدلع عند علاء، لان حسام هنقول له حس، عصام هنقول له عص، علاء هنقول له هنا اهو يعني فوق. كده فوق. هنا اهو يعني تحت. كده تحت. هنا اهو ما ده كده يعني جيزه ايه اللي بيقول؟ افيهات تامر حسني غير انها تقليديه، هو اصلا سريع من السوشيال ميديا. وخد عندك بقى قصه الفيلم بيتهاجم بتوع السوشيال ميديا اصلا. طب تصدق بقى خفاجه عنده حق لما قال بس. طمني. للاسف ابراهيم بيه جاله جلطه في المخ. يعني ايه؟ جاله شلل. ما تخافيش. انا خايفه. هو اللي انا متاكد منه ان اكيد الدكتور دوت بيؤمن بالعلاج بالصدمه. ما تخليش العشم ياخدك هناك وترجع تقول الحقني انا معاك. اجري هات لي فنجان قهوه ساده سكت بن تقيل غامق، وخليك مهتم عشان الجاي اهم. شوف ولا شواف ولا انت من تدبني؟ قول لي اطلع الغداره واحطك على رصيف الاقسام. انا ابو اخر هيبقى تمامك تمام، لما هترغي وقلبك يجيبك تتشقى اشقيك. انا مش عارف والله هو ليه حسن الرداد مش قادر يقتنع ان دمه تقيل. يا عم دمك تقيل. ايه القرف ده؟ طلع الفلوس اللي معاك. انا ما تهددنيش بالسلاح الابيض. بتتحامى في السلاح الابيض يا نجي. الكلب دي علامه عشان ما تنساش من هم جماعه فانتو. هو اكيد المشهد دوت كان تحت التهديد، او عامل البوفيه حط له مشوه بدل الرز. ايه القرف ده؟ علي فين؟ علي فين؟ اللي مضحكني اكتر ان الناس اللي وراه مستنيينه يقول حاجه. دول شكلهم ناس اجانب غلطانين في الاوضه. افتح اقول لهم الاوضه غلط. بس انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. طب تعالى يا سيدي وانا اقول لهم. الاوضه غلط. شفت سهله ازاي؟ ايه القرف ده؟ جرى له حاجه؟ اشرف بيه في الحقيقه عمر قلبه وقف. ايه ده يا اشرف بيه؟ عمر بخير. امال بتقول لي ليه ان قلبه وقف؟ ايوه وقف ورجع تاني. اسمع عليك تعالى يا ابن الكلب يا هو اللي فيه ايه؟ كل ما اجيب راسه تقول لي مش راسه. طب استهدى بالله استهدى بالله. وانت كمان يا نوج استهدى بالله وقوم اقلع هدومك. خلي الليله تعدي. ايه القرف ده؟ اللي هتكلم ده ايه يا ستي ده؟ هو ضربك بحجر معسل؟ برضه بتعيطي؟ طب بقول لك ايه؟ ورحمه شرفك لو ما ضحكتيش دلوقتي حالا لا اقلع لك ملط في وسط الشارع. هقلع لك بقى كل اللي فوق اهو مره واحده. اهو ايه يا استاذ قله الادب والوساخه اللي بتعملها في الشارع؟ وادي البنطلون ايه يا شاب يا اسمر الحلاوه دي؟ وادي البوكسر كمان اهو. بص البوكسر. بوكسر اتفرج يا عالم على البوكسر اهو. يا عم دمك تقيل. يا جدع دي مارفل تتعلم منكم. ايه القرف ده؟ اذا احببت شخصا اربطه باستك. ليه بقى؟ عشان لو مشي تعرف ترجعه، ولو ما رجعش اهو تسيب الاستك تلسعه. يا عم دمك تقيل. جاتك 60 داهيه وانت شبهه. شبه مين؟ شبهك. ها؟ بحث. مساء الخير حضرتك. تحبوا تاكلوا معانا؟ باستا حضرتك؟ باستا. لا الحقيقه احنا هنقعد هنا في التكييف افضل. ايه الهزار التقيل ده؟ انا عاوز افهم مين اللي زق البيت الزقه المنيله دي؟ زق البيت وقع. ما هو الشاي اتدلق كمان. حد عايز بوب كورن؟ لا انا عايز فشار لو بس كده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش برضه تلاقي اخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم وينعمهم على اللي هم فيه. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. سوي ياض منك له. بس انا مش حافظ الفاتحه يا ريس. بربش حافظ حاجه؟ متأمنة انت يا ريس.
ارجع. ماشي خلاص. ما انا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف. اما اقول نسوي